بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على الأنبياء والمرسلين والخلائق أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأهلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. صحيح مسلم. إخوة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قص نبيه صلى الله عليه وسلم بفضائل لا تحصى وميزه على غيره من بني البشر فضلا على الأنبياء والمرسلين، ولا عجب فهو سيد المرسلين. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد بني آدم، فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشا، وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة، وأنه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يشفع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وأنه أيضا أمان لأمته، فقد ورد في الحديث الصحيح: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه أيضا خليل الرحمن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، من الواجب علينا معرفة كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لنعرف له حقه وفضله ومنزلته وقدره، وذلك كله داخل في إيماننا به صلى الله عليه وسلم، ولكي لا نقع فيما عاتب الله به على الكافرين. قال تعالى:
أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة خصائصه صلى الله عليه وسلم تزيد المسلم معرفة به وتجعله يزداد إيمانا ومحبة وتبجيلا وتعزيزا وتوقيرا وشوقا له صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أسمائه، فقد صح أنه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والخاتم والمخفى ونبي التوبة ونبي المرحمة وغيرها. ومن خصائصه أيضا وجوب الصلاة عليه إذا ذكر، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، ولأمره صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة عليه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومنها أيضا الإسراء والمعراج، وفي الصحيحين أدلة كثيرة في إثبات ذلك. ومنها أيضا القرآن الكريم المعجز الذي تعهد الله بحفظه. ومنها أيضا إن الله تعالى نهى الناس أن ينادوه باسمه، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها أنه أول من يدخل الجنة. ومنها أنه أول من يجاز له على الصراط يوم القيامة، وأنه أعطي الكوثر وهو نهر في الجنة، وأنه صاحب الوسيلة يوم القيامة وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. ومنها أن أمته خير أمة أخرجت للناس. ومنها أن أمته لا تجتمع على دلالة، ولذلك فإن إجماعها حجة شرعية. ومنها أن أمته أول الأمم دخول الجنة، لحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ومنها أن أمته تجاوز الله عنها الخطأ والنسيان وما الشكر هو عليه. هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك خصائص أخرى صحيحة لم نذكرها خوفا للإطالة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى